سكرتارية في العمل الجمهوري أو في القصر الجمهوري، هم هذا كله موجود، يوجد أوراق هم يكتبون، يضع عليها الختم ويرسلون. أما قالوا أن عبد الله جول لم يتصل اتصال، لا يوجد اتصال، ولكن هي ورق من القصر من رئاسة الجمهورية أرسل مكتوب، يعني هو ممكن لم ينظر، يعني هذا فعلوه أيام مرسي. أيام مرسي في رئاسة الجمهورية كتبوا ورقة إلى إسرائيل تبريك ووضع عليها ختم الجمهورية، ومرسي لا يعرف. أما اتصال هذه مشكلة، يعني هو لم يتصل، ولكن قالوا هذه من بروتوكول رئاسة الجمهورية، كل الدول تفعل هذا، بروتوكول. ولذلك هم يعني الإخوان قالوا نحن نبني على المواقف. تركيا، ماذا تفعل تركيا مع الإخوان المسلمين؟ تركيا مع مصر مع الإخوان المسلمين هكذا يقيسون الأمور. يعني لا مثلا هذا أمر بروتوكولي، نقول لماذا يا عبد الله جول فعلت كذا، لماذا فعلت كذا، لماذا فعلت كذا. ولكن كثير من المصريين الآن هنا، كثير من الخدمات يقدمها أردوغان وتقدمها تركيا لمصر. نحن دائما نبني على الموقف ككل، لا نأخذ جانب ونبني عليه. مثلا قطر أرسلت تبريكات إلى السيسي. كبار هؤلاء العلماء المحكوم عليهم بالإعدام الآن في قطر، هل نقول لقطر يا قطر أنت مشكلة، أنت مع الانقلاب؟ هي ليست مع الانقلاب. قطر معنا وتركيا معنا، ومعظم العلماء الهاربين أو المهاجرين، العلماء المهاجرين هم في تركيا وهم في قطر. فالإخوان قالوا نحن دائما نبني على المواقف، يعني الموقف ككل، لا نقول مثلا هو فعل كذا ولماذا نقف كذا. هذه يعني وجهة نظر الإخوان في مصر والتحالف من أجل الشرعية والمتظاهرين في مصر من تركيا. نحن لم ننتبه لهذا، لم نقول هذا ليس جيد، هذا كذا، ليس مشكلة. هم تجاوزوا عن هذا الأمر، لأن الموضوع ككل. ماذا تفعل تركيا مع مصر؟ تركيا تدعم مصر، تمام. إذن هذا يعني موقف صغير جدا، لا يسبب لنا مشكلة yani. Ki Abdullah Gül'le ilgili biz bunu gerçek olarak kabul etmiyoruz. Bir protokol olarak. Çünkü Mursi zamanında da aynı şekilde İsrail'e mesajlar gönderiliyordu. Ama dedi ki o yapmamıştı. Ajanlar vasıtasıyla bilmeden yapmıştı. Dedi ki biz bunu sorun olarak görmüyoruz. Dedi ki çünkü Türkiye her yönden Mısırlı kardeşlerine yardım eder. Kapılarını açıp gösterilere her türlü izin veriyor. Temennimiz inşallah gerçekten böyle bir şeyin olmamasıdır. Çünkü böyle bir şeyin Sisi'ye bu şekilde tebrik mesajı gönderilmez.